هذا البرنامج يحتوي على بعض الألعاب الخطيرة والعنيفة، وينصح بعدم ممارستها إلا بعد الخضوع للتدريب تحت رعاية متخصصين. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. سألت واحد تعرف ايه عن الرياضة؟ قال لي الأهلي والزمالك، ولا انت فاكرني هندي؟ هي ناس كتيرة فاكرة ان مفيش رياضة غيرها، واحنا جينا بكل بساطة نغير لكم فكرها. عندك مليون رياضة، عندك عجلة، عندك باركور، عندنا كتالوج مليان دوار ممكن تكون مشهور. لو كنت قاعد متقدر او كنت زهقان مخنوق، شغل محرك طيارتك ويلا طير بجنون. المهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. مسكت المايك قلت أقدم برنامج للرياضة، أثبت فيه إن في بلدنا مليون رياضة. لو سنك كان صغير أو كنت راجل عجوز، وضرب عليك روكي everybody can choose. أصل الرياضة للجميع، ناس كتيرة موهوبة في بلدنا مغمورة وبره مشهورة. حاولنا نوضح صورة بكل سهولة بانت، وأظن الفكرة وصلت مش زي ما كانت. المهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش ملاك القاهرة كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. مش مهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. مساء الخير عليكم واهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم سبوت اون سبورت. السبوت بتاعنا النهارده عن احتفاليه رياضيه عالميه. ما تستغربوش بكلامي ده، لان في نفس الوقت اللي احنا واقفين فيه كل محبي الباركور في العالم بيحتفلوا بشكل عام بعيد ميلاد ديفيد بيل مؤسس الرياضه دي، وبشكل خاص برياضه الباركور. من الرياضات اللي ليها عائد ايجابي على البني ادم كبير جدا، وده مش هنحس بيه دلوقتي، هنشوفه بعد كده. عشان كده فريق سبوت اون سبورت قرر ان هو يبقى موجود مع مجتمع الباركور في يوم احتفالهم برياضتهم وبمؤسس رياضتهم. خليني اقول لكم على معلومه بسيطه جدا، ان العائد الصحي من ممارسه الباركور رهيب جدا وكبير جدا، ومش هنحس بده غير لما نشوف الشباب اللي بتمارس الباركور بعد فتره. يمكن دي ثالث او رابع مره نتكلم فيها في سبوت اون سبورت عن الباركور. بصراحه كل مره بنتكلم في تقدم في الاداء، في زياده في الاعداد، في حاجات كتيره جدا بتحصل. مجتمع الباركور في مصر بيتطور، بس السؤال هنا بقى اللي انا بساله لحضراتكم وبساله لناس كتيره جدا، ليه مفيش اهتمام بمجتمع الباركور في مصر؟ الناس دي بتستاهل منا اكتر من كده. الناس دي مجتمع كبير وليه قاعده كبيره جدا في مصر، محتاجين ان احنا نرعاها وناخد بالنا منها، لان الشباب دي عندهم حاجات حلوه جدا يقدروا يقدموها لبلدهم وللرياضه بتاعتهم. دبساوي من سوريا هو لاعب باركور ومدرب باركور وموجود النهارده في احتفاليه الباركور. ازيك يا وائل؟ اهلين. ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. يعني مبدئيا عايز اعرف ليه كنت حريص ان انت تبقى موجود النهارده في الاحتفاليه دي؟
طبعا انا محضر لها من حوالي اسبوع، ها يعني محضرين لها من اسبوع، وجايبين الفريق بتاعنا من مدينه السادات، وجايين هنا بنحضر بقى لنا فتره. ها ف كنت حريص ليه ان انت تبقى موجود وتحضر من اسبوع؟ والله هي يعني هو ده حدث عالمي، يعني مش بس في مصر، هو هذا الحدث يعني بكل الدول العالم، حتى بسوريا موجود دلوقتي، موجود الحدث ده شغال موجود. بما ان انت اخدتني على سوريا، اخبار الباركور ايه في سوريا؟ تمام الحمد لله، رغم الازمه دي والحاجات اللي شغاله دلوقتي، بس في ناس لحد الان شغاله باركور، يعني شغاله في الرياضه دي. بس شايف ان الباركور عامه كوطن عربي مش واخد حقه قوي؟ هو مش واخد حقه عشان ما فيش اهتمام، يعني ما فيش دلوقتي ما في منتخب باركور، ما في اتحاد رسمي ليه بيمثل الباركور. يعني لاحظ دلوقتي هلا ما في غير الشباب هن اللي مهتمين في الباركور بس. يعني نادر تلاقي مثلا مسؤول بيحكي عن الباركور، ما شفنا شيء. صحيح. قول لي انت بقالك قد ايه بقى بتلعب باركور، والقصه ابتدت معاك ازاي؟ والله انا بدات باركور من حوالي يعني فيك تقول 2010 2011 تمام. ضلينا عم نتمرن باركور لحد 2012 على ما بدات الازمه. طبعا الحرب اشتغلت وكده، جينا هنا جينا مصر. طبعا في السادات ما لقيتش نوادي باركور، ما لقيتش صالات جمباز مجهزه. فاتفقنا انا واخويا لؤي اخويا، فتحنا صاله جمباز تمام. وبعدين مع حوالي بقالنا سنه بادئين مع الشباب، وفي عندنا مستويات مختلفه، في اطفال وفي شباب وفي بنات، في من كل الاعمار. طب انت كلاعب باركور وممارس للباركور، لما جيت مصر شفت مستوى الباركور في مصر عامل ازاي؟ والله مصر تعد يعني انا برايي في دول احسن من مصر في الباركور، في مثلا المغرب، في الجزائر تمام. بس مصر انا شايف الباركور في اهتمام كبير في مصر. يعني حتى انا اول مره اشوف اهتمام للباركور للدرجه دي، يعني ما شفتوش. شايف ان الباركور محتاج ايه في العالم كله وفي مصر، يعني في مصر وفي الوطن العربي؟ والله بس عايز دعم، هو بس عايز دعم من الاتحادات، عايز يكون له يعني بطولات، ايفنتات، يكون في مثلا مشاركات في، يعني لازم يعني مش عارف اوضح لك، انت عارف اهتمام اكتر بشكل بالباركور وبرياضه الباركور. وائل نورتني وميرسي ليك، ونشوفك على طول. عيد بساوي من سوريا وبيشارك النهارده معانا في الحدث. ازيك يا لؤي؟ اهلا استاذ. ايه اخبارك؟ والله الحمد لله تمام. هو انت هو اللي كنت بعمل معاه انترفيو قبل كده ولا ده واحد تاني؟ لا هداك يا اخوي. ماشي. قول لي يا لؤي، يعني اكيد لما جيت مصر وبدات ترجع تاني لرياضتك اللي انت بتمارسها وبتحبها الباركور، رجعت عشان الشغف وحبك للرياضه دي، كلمني عنها اكتر. والله هي رياضة أنا بحلم فيها، يعني رياضة مكملة لكل الرياضات، للرياضات القتالية، مكملة لمثلا أنت حصل فيك أزمة، حرامي مثلا وراك، شرطة، أي شيء، ممكن أنت تهرب أسرع وقت ممكن. يعني ما في شيء بيعيقك قدامك، أنت توصل من نقطة A لنقطة B بأسرع وقت ممكن وأقل مجهود. يعني هي اختصار الباركور. وانت زي ما قلت اللي يلعب باركور يسمح له اللي هو يلعب رياضات تانية كتير. ايوه ممكن، يعني مثلا لو لعب. طب وده ليه؟ عشان هي مثلا يعني ليها فوائد ايجابيه على الجسم كتير ولا ايه؟ لا هي طبعا في ليها فوائد ايجابيه، بتعمل فتنس حلو، وعايزه قوه تحمل. يعني الواحد لازم لو يلعب فتنس وكتير ويعمل الاسترتشات كويسه عشان ما يحصلش تمزقات ولا اصابات. وهي مكمله للرياضات القتاليه، مكمله للرياضات الاكروباتيه، يعني كتير مفيده. بمناسبه الاصابات بقى، يعني من اصعب الاصابات اللي انت تعرضت ليها ايه؟ انا حصل عندي كسر مضاعف في ايدي يوني، في ايدي، والحمد لله تمت مجبسه 6 شهور. وبعدين خفت، وهلا حاليا ما لي حاسس انه عندي في إصابة. شعورك بقى ايه وانت كنت متصاب وكله بيتمرن؟ كنت عايز ترجع اكتر، عايز ترجع اسرع، عايز تريكفر اسرع؟ انا كنت عاوز افك جبس من تاني يوم. يعني كان بدي افك. يعني انت بتشوف الناس قدامك بتلعب باركور وبتلعب رياضه انت بتحبها، انت بتزعل على حالك انه انت قاعد عم تتفرج. والله يعني الحدث ده اصلا يعني احنا كنا هنعمل حدث زي كده، بس هو صدفه ان في فريق من دولة أوروبية كلمونا وعايزيننا نعمل الايفنت ده. هو الايفنت فكرته ان كل الناس تتمرن في يوم واحد، علشان يجمعوا ميديا متصورة
ويبعتوها لديفيد بيل مؤسس الباركور يوم عيد ميلاده. بس يعني الفكره كانت يعني كان في فكره قريبه منها هتتنفذ فعلا ونجمع كل الفرق، بس دي جت في الوقت المناسب. وتهيألي هو الاحتفال بشكل عام بعيد ميلاد ديفيد بيل وبشكل خاص بعيد ميلاد للباركور نفسها. بالظبط، هي كل سنه هتتعمل وهيبقى يوم ثابت يوم 29 زي عيد للباركور. تمام. كلمني بقى عن الفرق النهارده، عدد الفرق المشاركه واعداد الناس المشاركه معانا حوالي قد ايه؟ والله اعداد انا مش هعرف اعدهم كلهم، وفي فرق كتير ظهرت جديده انا لسه ما اعرفش اساميها، بس حوالي 15 فريق تقريبا من كل المحافظات. هايل. او اكتر كمان. وده تهيألي ده تقدم كبير للباركور في مصر. اكيد هو تقدم، يعني من 5 سنين ما كانش فيه الكلام ده، كان ناس قليله قوي اللي بتتمرن يعني. طيب وكلمني بقى، يعني وجود النهارده الفرق كلها مع بعض ده برضو ليه ميزه فايده ايجابيه اكيد. اكيد طبعا، لما بنتجمع مع بعض بنكتسب خبره من بعض، ويعني بيبقى في حماس اكتر في التمرين، بنعمل حاجات اصعب بكتير. اما بنلاقي حد قديم يساعدنا او حد جديد بنساعده، الكلام ده كله طبعا بيبقى فيه روح حلوه قوي في التمرين. تمام. خلينا نقول برضو يا كريم ان الايفنت ده كان المفروض هيتعمل في الاهرامات بغرضين، بغرض الاحتفال بالباركور وبغرض تنشيط السياحه. ليه الحدث ده ما حصلش في الاهرامات؟ والله هو الحدث ده ما حصلش في الاهرامات لان احنا اصلا مش مصرح لنا ان احنا نتمرن في مكان زي ده، لان ده مكان سياحي، فلازم عشان نعمل حاجه زي كده لازم تصاريح، لازم يعني نبقى حاجه رسميه. طب ما جبتش تصاريح ليه يا كريم؟ والله احنا قبل الايفنت بشهر ونص تقريبا بنحاول نعمل بنحاول نظبط الموضوع ده من هيئه الاثار لوزاره السياحه، ما عرفناش يعني اكتر من مره نروح هنا ونروح هنا بس ما فيش. كان في سبب يعني رئيسي بيتحط كعقبه ليكوا يعني؟ هي حته ان احنا بس ملناش اتحاد، او الرياضه ملهاش اتحاد وغير معروفه، هي دي المشكله الوحيده اللي بتواجهنا. بس احنا يعني تقريبا من سنه 2005 في ناس تقريبا بتلعب باركور، وفريق باركور ايجيبت معروف من 2007 تاسس تقريبا. ده حقيقي. يعني زي ما انتم سمعتوا كريم بيتكلم عن جزء من التصاريح كان واقف عشان هم ما لهمش اتحاد، او لعيبه الباركور كلهم في مصر ما لهمش اتحاد. فلما كنا بنتكلم على اتحاد او فيدريشن تلم الناس دي، كنا بنتكلم عشان الناس دي تعرف تنافس بره، بنتكلم عشان الناس دي تقدر تعمل احداث رياضيه جوه مصر. وعلى فكره بلدنا محتاجه ده دلوقتي. ده حدث رياضي سياحي كان المفروض يتعمل وما حصلش، ان شاء الله السنه الجايه هيتعمل. زمراوي من بلو تو تيم، ازيك يا علي؟ السلام عليكم. ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. انت جاي لوحدك ولا شعرك جاي معاك ده؟ عجبني جدا الستايل ده. على وضعك حبيبي. قول لي النهارده متجمعين في الايفنت دوت ده، كنتوا ليه حريصين ان انتوا تبقوا موجودين كتيم لبلو تو تيم في الايفنت بتاع النهارده؟ هو مبدئيا اصلا احنا مش بنتجمع ان احنا لازم بلوتو يكونوا موجودين، هو احنا بنفرح اصلا ان احنا نتجمع كلنا يعني كل التيمات اصلا صحاب، وكل يعني بنفرح لما بنتقابل، لان بيبقى في تمرين كويس، بيبقى في حركات كويسه، بيبقى في تصوير مش عارف ايه، يعني بنتبسط ان احنا نكون موجودين مع بعض. فده بالنسبه لنا يعني حاجه تحفه ان احنا نقدر نتجمع كده كل فتره، ما بتحصلش كتير. فده احنا بنسعى ان احنا نخليها حاجه دايمه، عاده دايمه بينا يعني. تهيألي النهارده كل لعيبه الباركور وكل كوميونتي الباركور في العالم كله بيحتفل. عشان عيد ميلاد اللي اسس الباركور في العالم اصلا، فهم عاملين يوم 29 ابريل ده وي جامب ذا وورلد، يعني هم هي كل العالم عاملين يوم زينا كده، وبيتمرنوا فيه وبيصوروا فيه وبيبعتوا الفيديوهات بتاعتهم هناك عشان يعملوا بيها فيديو كبير للعالم كله. كبلو تو تيم انتوا شايفين مصر محتاجه ايه للباركور؟ محتاجين اهتمام، محتاجين الناس تبص احنا بنعمل ايه، مش مجرد ان احنا بنتمرن باركور فيعني اما قشطه حلوين الناس دي كويسه، بس ما فيش تشجيع، ما فيش حد بيمولنا ان احنا نعمل حاجه كويسه. اي حاجه لازم نعملها يقول لك لا تصريح مش عارف ايه ويوديك شمال ويمين، فطبعا انت بتكسل تكمل. بس فاحنا محتاجين مثلا يتعمل لنا يعني ايفنتات كبيره فيها كومبيتيشنز مثلا زي اللي بتعمل بره، ان انت تعمل بطولات هنا، تعمل يبقى في حماس الناس يعني انا بلعب باركور عشان اوصل لكذا، اما احنا كل اهدافنا انا بلعب باركور عشان اوصل لكذا بره مصر، يعني مش في مصر خالص. ليه ما نعملش بقى حاجه زي كده في مصر نبقى بنسعى لها عشان نوصل لها؟ وده هيحصل ان شاء الله مع الوقت. انتوا كتيم بتنموا ازاي من نفسكم ومن حركاتكم؟ بتجيبوا الريفرنسز بتاعتكم منين؟ بتخترعوها؟ بتتفرجوا عليها؟ هو في حاجات انت بتتفرج بتقلدها، وفي حاجات انت بتطلع لوحدك، انت يعني
توصل لليفل انت بقيت ممكن وانت ماشي كده تيجي في دماغك حاجه عبيطه تجربها تلاقيها حركه حلوه وبتكمل عليها. غير بقى ان انت لما بتتمرن مع ناس، يعني احنا يوم زي ده بنستفاد منه جدا. ان انت مش الباركور مش اللي هو انا نفسي او انا للتيم، لا احنا لما بنتجمع كلنا انا بستفاد من ده وهو بيستفاد مني. فبنعرف نوصل لان واحد ممكن يتعلم حركه جديده، يعمل حاجه اصلا مش يعني الناس مش شايفاها ان هي حركه باركور، بس هو اخترعها النهارده بقت حلوه الناس تقلده وتعملها زيه كده يعني. زمراوي نورتني واشوفك على طول. عصام من زيون ستيم وهو موجود النهارده معانا في الايفنت. ازيك يا كريم؟ الحمد لله بخير الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله زي الفل. كريم اتقابلنا قبل كده وبنتقابل تاني دلوقتي، ايه اللي اتغير فيك في الفتره دي؟ ايه الابجريد اللي بقى عند كريم؟ انا الحمد لله اتمرنت زياده وكل حاجه، بس كان جات لي فتره كده اصابه بس مالهاش دعوه بالباركور يعني. قعدتني فتره يعني وكده، وكان الاصابه ديت اللي هو انا مش هلعب باركور تاني يعني. فلا دوست على نفسي لغايه لما لعبت ونزلت عملت رياضه كتيره الحمد لله، عملت تقويه عليها يعني. الحمد لله دلوقتي بقيت احسن، بقى في تقدم، بقيت اعمل كل حاجه اللي كنت بعملها وان شاء الله في تطور تقدم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. كريم قول لي يعني هتعملوا ايه الفتره الجايه للباركور في مصر؟ انت يعني لو هتكلم على التيم بتاعك وككوميونتي باركور، عايزين تعملوا ايه للباركور في مصر الفتره اللي جايه؟ احنا عايزين نعمل زي ايفنتس، الناس كلها تتجمع، ناس تعرف ايه الباركور، ناس تيجي تتفرج على الباركور، نعمل زي بطولات، بس البطولات فور فن يعني البطولات دي تتعمل عشان خاطر الناس تلعب وتنبسط. فعايزين الناس الناس اللي في مصر كلها واللي في العالم تعرف ان في مصر في ناس بتلعب باركور. والباركور دي لعبه يعني مش هبل، لا لعبه بصراحه الطريقه بتاعتها اصلا دماغ قبل جسم. فاللعبه دي لعبه يعني ممتعه جدا، وعايزين نجيب ناس من بره، نعمل بطولات من بره ونعمل، بس الفكره كلها احنا عايزين ناخد مكان، نعمل مكان يعني. كل بتوع اوروبا بره عاملين اماكن للباركور، عاملين اماكن بره او الدور بانيين حاجات، فاحنا عايزين نعمل حاجه زي كده. بس الفكره كلها في التصريح والحاجات دي صعبه عندنا في مصر يعني. شايف ان احنا نقدر يا كريم في يوم من الايام نجيب عندنا هنا ديفيد بيل ونحتفل معاه بالباركور؟ ليه لا يعني، سهل جدا يعني. بس الفكره كلها اللي احنا بس نتجمع بس، ويبقى في اللي هي العلاقات بتاعت مصر والبلاد اللي بره تبقى احسن يعني. عشان كده برضه انا شايف ان مجتمع الباركور نفسه عليه مسؤوليه. مجتمع الباركور لازم يبقى كوميونتي واحد بس، يعني ايد واحده. لازم ايد واحده عشان خاطر كلنا بنحب بعض اولا يعني. كل كان في الايفنت دولت كله من كل مختلف التيمز يعني، وده من حته ده من حته ده من حته، بس كلنا بنحب بعض. مفيش حته اللي دوت لا ده من تيم كذا لا ما العبش معاه، ده من تيم كذا ما العبش معاه، لا كلنا بنحب بعض وكلنا ايد واحده. فاحنا لو فضلنا كده هنبقى احسن في المستقبل ان شاء الله. صح كريم، انا مبسوط ان انا قابلتك تاني ونشوفك على طول. يمكن الناس النهارده اجتمعت مع بعض عشان يقولوا لديفيد بيل كل سنه وانت طيب، بس انا شايف ان الاساس في النهارده هو الاحتفال بعيد ميلاد الباركور في العالم كله وفي مصر خاصه. عشان كده عايزين التاريخ ده في كل سنه يبقى فيه احتفاليه كبيره جدا للباركور في مصر، نقدر نبين فيها لعيبه الباركور في مصر. مكملين معاكم تغطيه لاهم الاحداث الرياضيه اللي بتحصل في مصر، والنهارده هتكلم معاكم عن البطوله العربيه لكره الميه اللي بتقام بنادي هليوبلس، واللي بيشارك فيها 4 فرق عربيه بالاضافه لمصر. كله من اقدم الالعاب الرياضيه اللي بتتلعب في العالم كله، لكن اللي حط شكلها الجديد في العصر الحديث كانت انجلترا واسكتلندا، وزيها زي كل الالعاب الجماعيه اللي بتحتاج روح الفريق والتعاون، وان الفريق كله يبقى فاهم بعضه. وعلى الرغم ان الووتر بولو بتبان في شكلها اللي هي لعبه بسيطه وبتتلعب في الميه، لكن هي في الحقيقه لعبه صعبه جدا وعنيفه جدا، عشان كده بتحتاج لمرونه ولياقه بدنيه عاليه جدا. لكم شويه معلومات عن حمام السباحه اللي بيتلعب فيه ماتشات الووتر بولو. اولا عرضه بيكون 30 متر، طوله 26 وعمقه لا يقل عن 1.80 متر. 6 لعيبه بخلاف حارس المرمى و6 لعيبه في الاحتياطي، هو ده عدد فريق الووتر بولو. كابتن بدر الدغيثر هو افضل لاعب في البطوله، ونادي القادسيه بنقول له مبروك مبروك يا كابتن بدر. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبارك فيك. الحمد لله كانت تاف جيم، ما قصروا نادي الجزيره والهليوبلس، بطوله قويه الحمد لله ربي كتبها لنا. يعني اكيد انتوا اتمرنتوا كتير وتعبتوا كتير، والبطوله العربيه مش سهله برضو عشان توصلوا للمركز الاول فيها. طبعا لكل مجتهد النصيب يعني. احنا تقابلنا مع الهليوبلس في نهائيين، كسبوا 1 كسبنا 1، ومع الجزيره نفس الحاجه، كسبوا في السعوديه وكسبنا النهارده. انا الحمد لله الحمد لله. كابتن قول لي يعني من اصعب الماتشات اللي لعبتوها اليوم النهارده اصعب ماتش. ايوه من اول دقيقه لاخر دقيقه. كان ايه اللي بيدور ما بينكم قبل الماتش ده؟ خلاص نكون او لا نكون.
الحمد لله الحمد لله ما قصروا. شكرا نادي الجزيرة نادي الهليوبلس، قدم ماتشات حلوة الحمد لله. ايه رايك في البطوله عامه؟ بطولة ممتازة جدا. طبعا نادي الهليوبلس دائما فاتح باب لكل البطولات، عالمية دولية عربية كلها بيرحب فيها الحمد لله. وانت شايف التنظيم كيف، الكل طالع مبسوط الحمد لله. انت كمان اخدت افضل لاعب في البطوله، يعني مبروك على دي كمان. الله يبارك فيك الحمد لله. هذا الكاس افضل لاعب مو مجهودي انا بس، مجهود زملائي اللاعبين، بدونهم انا ما احصل هذا الكاس الحمد لله. انا ملاحظ ان الروح الجماعيه والروح العائليه في القادسيه عاليه قوي. طبعا احنا كنا نعاني من المشكله هذه، ما كان في روح عاليه، ما في ثقه، لكن الحمد لله طورنا من هذه النقطه، ركزنا عليها، لكن الحمد لله. كابتن بدر مبروك وعلى طول بالتوفيق وفي المراكز الاولى. توماس برودر من نادي القادسيه السعودي واللي كسبوا البطوله العربيه. هلو كابتن توماس. Hello. يعني congratulations in the first of all. Thank you. You're welcome. And how do you see this competition? This competition was very good for me. Good experience because players and teams organization was more hard than anything else. Since when did you start to play for Qadisiyah? Just 2 days ago, before the tournament. So it's good. After 2 days now we get this competition with your team. Yes, it's great. How do you see the level of water polo in the Arabian countries? The level is little bit different or little bit more different. There is more professional players. They train two session per day. So competition during 10 months. So this is a difference. Yeah. And tell me, it's your first time here in Egypt? No, I am fourth. Yeah, actually. It's like now it's like second home. No, yeah, okay. No, it's very nice. I like Egypt. Yeah. What was the hardest match in this competition for you? This last match was for me. Yes, final match for me was very hard. Was very hard because there is strangers from another teams, and like I said, the players played with heart, and it's very hard. What do you want to say to your team now? They are not with us, so I asked you what do you want to say to them now? Thank you. الووتر بولو في العالم كله بقت رياضه ذات قيمه عاليه جدا، والناس كلها بقت بتحب وبتتابع الرياضه دي. اتمنى ان احنا نشوف ده في مصر، واللي ما لحقش يتفرج على حلقتنا من الاول يقدر يتفرج عليها على الفيسبوك او اليوتيوب بتاعنا سبوت اون سبورت. اشوفكم الحلقه الجايه وسبوت جديد. السلام عليكم. ملاك القاهرة يلا. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. سألت واحد تعرف ايه عن الرياضة، قال لي الأهلي والزمالك، ولا انت فاكرني هندي؟ هي ناس كتيرة فاكرة ان مفيش رياضة غيرها، واحنا جينا بكل بساطة نغير لكم فكرها. عندك مليون رياضة، عندك عجلة، عندك باركور، عندنا كتالوج مليان دوار ممكن تكون مشهور. لو كنت قاعد متقدر او كنت زهقان مخنوق، شغل محرك طيارتك ويلا طير بجنون. المهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. مسكت المايك قلت أقدم برنامج للرياضة، أثبت فيه إن في بلدنا مليون رياضة. لو سني كان صغير أو كنت راجل عجوز، وضرب عليك روكي everybody can choose. أصل الرياضة للجميع، ناس كتيرة موهوبة في بلدنا مغمورة وبره مشهورة. حاولنا نوضح صورة بكل سهولة بانت، وأظن الفكرة وصلت مش زي ما كانت. المهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش.
ان مفيش ملاك القاهرة كرة القدم اللي بتطبع على الافيش FBI band yo. مش مهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش.